تروح لفاصل وترجع تجاوبني. مش شايف انه حاجه عجيبه جدا ان اتحاد الكوره بقالوش سنه ونص وشغل الانتخابات على ودنه من الاعضاء ولا من بره اعضاء الاتحاد؟ انا الحقيقه نفسي افهمها، مش عارف افهمها لحد دلوقتي. يتحمل المسؤوليه ديت الاعضاء السابقين اللي او المسؤولين السابقين اللي ما دخلوش الانتخابات بقوه القانون او ما دخلوش الانتخابات بصفه عامه، ان هم دلوقتي بكلمك بمنتهى الامانه بالعكس بيديروا اتحاد الكوره وبيقول لي اسماء: هاني ابو ريده، احمد شوبير، حازم. طيب على الهوا بقى، على الهوا انت كل مره بتقول لي بتدير اتحاد الكوره، اديني دليل كده ان انا بدير اتحاد الكوره. اي دليل؟ من خلال احمد مجاهد، من خلال لا ما تقوليش من خلال احمد مجاهد، مش عيل صغير. محمود الشامي. محمود الشامي انا بشوفه لما حضرتك بتجيبه ضيف هنا على الهوا بس، فقط لا غير. اديني بس دليل واحد في القرار. التدخل في تشكيل اجهزه المنتخبات على الطلاق ما حصل. انا اول مره اقول الكلام ده على الهوا، وعيب ان الكلام ده يتقال، لانه يعني عيب هذا الكلام يتقال كل مره ان بتدخل انا وعيب ان انا بعتذر للمشاهدين المستمعين ان انا قلت هذا اللفظ على الهوا، يعني لانه ده كلام اتهام باطل ولا اساس له من الصحه. انا وقفت مع الاتحاد ده لحد ما جه الانتخابات، ثم لا دخل لي على الاطلاق لا في تشكيل اجهزه ولا في اختيار معاونين ولا في اختيار حد ولا حد على الاطلاق. وانا اسف جدا جدا على اللفظ اللي انا قلته مره ثانيه. لا اصله الاتهامات الباطله جزافا دي بايه النهارده ان في قعده التشكيل المنتخبات تمت في منزل هاني ابو ريده، وحضرتك كنت موجود. لم يحدث تشكيل نفس الامر على الاطلاق. لم يحدث على الاطلاق. هذا الامر لم يحدث على الاطلاق. ما حدث، بس عشان اوضح بس للناس المستمعين انه تشكيل اللجان الفرعيه لا دخل لي ولا علم لي برؤساء اللجان الفرعيه ولا رؤساء الاجهزه، ولا يحزنون انه ما حدث في الاجتماع اللي كان في بيت هاني ابو ريده انه طلبونا الساده اعضاء مجلس اداره الاتحاد لانه كنا خسرانين من غانا 6-1، كانت في ازمه طاحنه للكره المصريه. اقتراحي اللي انا قلته اللي انا كنت ملتزم بيه تماما انه ما يبقاش فيه تغيير دلوقتي، خلي برادلي يكمل المباراه يعديها بحلوها ومرها، بعد كده هاتوا مدرب مصري هاتوا مدرب اجنبي. اما الاشاعات والاكاذيب التي نسجت حول هذا الاجتماع والقصه ان انا قلت مش عارف ايه الكابتن حسن شحاته وايه الكابتن حسام البدري وايه الكابتن شوقي غريب، لم يكن له اساس من الصحه، وطلع الساده اعضاء مجلس الاداره ونفوا هذا الكلام جمله وتفصيلا. انتوا بتخترعوا اكاذيب وبتصدقوها وبتمشوها في الناس وبتنشرها في الشارع، وللاسف الشديد الكلام ده بيمثلني انا شخصيا. وحاولت اوضحه بدل المره 100 مره زي امبارح. يقول لك انت قلت لبتوع انبي خدوا محمد يوسف وما تاخدوش حسن شحاته وتخترعوا قصه جديده، قلت للمغرب مش عارف حسن شحاته بقى في السي في بتاعه. نعم. انا اتقال لي من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ان هاني ابو ريده لو ما حضرش اجتماع مجلس الاداره ماشي. انا بتكلم على الثلاثي، لا تزج باسم احمد شوبير خالص. هنا عدم الزج باسم احمد شوبير. هاني ابو ريده عضو مجلس اداره في الاتحاد بحكم منصوب الدولي، عضو مجلس اداره من حقه انه يرشح مدربين. هل هو اللي بيدير ولا مش هو اللي بيدير؟ ما يديرش، ماليش دعوه.